بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وبهذه المناسبة حلق سرب من الطائرات العسكرية للفريق الوطني الإماراتي للاستعراضات الجوية الفرسان فوق القصر، ورسم في السماء خطوطا بألوان العلم المغربي حمراء وخضراء تزامنا مع إطلاق المدفعية ل21 طلقة ترحيبا بزيارة العائلة المغربية. ولدى وصوله إلى بوابة الحصن وجد الملك في استقباله محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أدى قائدا البلدين تحية العلم على نغمات النشيدين الوطنيين، قبل أن يستعرض الملك ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة تشكيلة من القوات البرية والبحرية والجوية الإماراتية أدت لهما التحية الرسمية.